سارة كانت مختلفة تماماً عن كل البنات اللي أنا عرفتهم قبل كده. حياتي نفسها بقى ليها طعم تاني خالص. وبعد 3 أسابيع من أول مقابلة بيني وبين سارة، مش ممكن. ايه اللي مش ممكن؟ ان انا جيت؟ لا، انك جبت التورته. كريم هيفرح بيها قوي. يعني امشي انا يعني ولا ايه؟ ازاي يعني؟ ازيك يا احلى ساره في الدنيا. على فكره بقى انا مبسوط قوي انك جبت التورته لحد هنا. بصراحه اصلك وحشتني قوي فقلت اجي اشوفك. وانا كمان كان نفسي اشوفك. ايه رايك بقى تدخلي قبل المنطقه كلها ما تشوفنا مع بعض؟ ما ينفعش اخش وانت قاعد لوحدك في البيت. اطمني، كريم موجود. كريم موجود؟ دي حاجه تقلقني اكتر اساسا. ايه ده؟ معلش يا شادي بقى، انا عارف ان لازم استناك، بس التورته دي لذيذه قوي. ماشي، ازيك؟ مفيش رشا. فين الإيجار؟ طب دوقي الحته دي كده. حلوه؟ كريم ما استعبطش طلع الإيجار. يا بنتي موجود، هيروح فين يعني؟ طيب هجيبهولك اهو. ما تجيش ناحيه التورته دي خالص. حاضر. يا بنت المفجوعه، طب تصدقي بقى ان انا هخسر فلوس التورته دي بالايجار؟ إيجار؟ أنت بتتلكك. هات يا كريم. بتلكك؟ اهو. كريم أنت بوظت لي الميك اب. تصدقي انت كده شكلك احلى يا حبيبتي؟ أنا أعمل إيه دلوقتي يا كريم؟ هو خش الحمام اتصرفي، اعملي ايه يعني؟ يوه. لسه يا شادي بقى، سامحني. ايه ده؟ هو احنا سيبنا الباب مفتوح واحنا خارجين؟ ايه رايك في السطح؟ بصراحه المكان كله حلو قوي. بس مش احلى منك. بموت في كسوفك. كريم أنا لازم أخرج من الحمام. هخرج إزاي يعني؟ وسارة وشادي قاعدين بره في الصالة. عادي يا حبيبتي، هتخرجي تقولي ازيك يا شادي، ازيك يا ساره. بقول لك يا رشا، انت لازم تبقي اجتماعيه اكتر من كده. كريم ده وقت اجتماعيات يا كريم. يعني هيقولوا عليا إيه يعني وأنا خارجة معاك من الحمام؟ لا يفهموكي غلط طبعا. كريم قصدي يعني ما هما الاثنين برضو قاعدين مع بعض لوحدهم بره. صح. لا يا كريم، لا انت مش هتفرق معاك على فكره عشان انت ولد، لكن انا بنت. انا ليا سمعتي يا كريم، ليا سمعتي. ثم ان انا ساره دي ما اعرفهاش كويس خالص، يعني عادي جدا ممكن تسيح لي. انت عارف نفسنه البنات. خلاص سيحلها انت كمان يا حبيبتي، تبقوا بنات في بعض وبتسيحوا لبعض عادي يعني، مفيش حاجه. لا سايلنت. مين؟ كريم ده بابا، وبابا ما بيبقاش عايزني غير لما تبقى في مصيبه او لو عايزني بجد. الراجل ده حشري جدا. اعمل ايه يا كريم؟ اعمل ايه؟ ردي. الو. ايوه بابا، انت عايزني دلوقتي حالا؟ يا حبكتي يا ربي. ايوه بابا، ايوه حالا هجيلك يا حبيبي. حاضر باي باي. ما بطيقش الراجل ده خالص. كريم بابا عايزني اروح له من انا ايه دلوقتي؟ كريم شكلهم مش عايزين ينجزوا خالص. ثم ان ساره دي ملهاش اهل يتصلوا بيها يعني، مش معنى انا. تعرفي يا ساره ان دي اجمل لحظات بعيشها في حياتي. مش مصدقه نفسي. بموت في رومانسيتك. كريم انا مش مصدقه بجد ان انا بعيش اتعس لحظات حياتي وصاحبك عمال يحب بره، يعني مش وقت رومانسيه خالص. في الحمام عندنا حلو قوي يا حبيبتي. انا كمان بحب نجاة الصغيره جدا، وخصوصا اغنيه قصص الحب الجميله. ودي اكتر اغنيه انا بحبها، ومحتفظ بالسي دي بتاعها عشان بسمعها كتير جدا. بموت في عينيكي.
ثانيه واحده يا بونبوناتي، هدور على السي دي واجيلك على طول. لقيته. يا حياتي. بموت في الته بتاعتها. كريم انقذني الحقني، لسه هيسمعها اغاني حب. يا ابن اللعيبه، طب ما من حقهم يسمعوا اغاني برضه يا رشا. كريم انا شكل علاقتي بيك هتنتهي النهارده. طب ما احنا في بدايه علاقتنا كنا بنسمع اغاني يا حبيبتي. ايوه يا حبيبي كنا بنسمع اغاني بس مش في الظروف دي، مش واحنا محجوزين في الحمام يا كريم. ايه ده النهارده عيد ارتباطنا التالت. يعني يوم ما تفتكر عيد ارتباطنا تفتكر واحنا في الحمام؟ يعني هنحتفل بيه فين ان شاء الله؟ هنا؟ يعني منتهى الشاعريه في الحمام. انت لسه شفتي حاجه يا حبيبتي؟ ده هيسمعها كل الاغاني اللي عندنا، ده مش بعيد يفرجها فيلم تايتانيك. هيثم. يا اهلا. هاي. مالك قاعد لوحدك كده ليه؟ قاعد لوحدي، الكلام ده ما يتقاليش، لو جيتي من 5 دقايق هتلاقي صاروخ كان قاعد جنبي هنا. اصلي يا معلم. اصلي طبعا. انت ايه حكايتك جايه لوحدك ليه؟ انا على طول لوحدي. نعم. يعني انا على طول بحب ابقى لوحدي. لا يا شيخه، بقول لك انت ايه حكايتك من ساعه ما شادي ارتبط بساره وانت مش طبيعيه. وانا مالي اصلا شادي يرتبط بساره او بغيرها؟ دي حاجه تخصه وانا ماليش علاقه بيها. عليا انا الكلام ده؟ انا هيثم في ايه؟ انا وشادي على فكره 2 صحاب عاديين جدا، مفيش بينا اي حاجه خالص. بقول لك ايه، بص وراك كده. عشان كده بموت في ام الكافيه ده كله نسوان كله. طب وانا؟ انت يا سيد يا لهوي عليك، ده انت السبب الوحيد اللي هيخليني امشي من ام الكافيه ده. على فكره انت خدت عليا قوي، شكلي كده هعمل معاك الصح. اللي هو ايه يعني؟ اللي هو ولا حاجه، ما هو منه لله اللي قال ان الزبون دايما على حق. من ساعه ما قال الكلمه دي والزباين اللي زي حضرتك بيتنططوا علينا. لو النبي يا سيد. طب انا بقى عايزه اعرف قبل ما يقول الجمله دي انت كنت بتعمل ايه بقى مع الزباين؟ كنا بنديله بالجزمه القديمه يقعد اخرس في القهوه، ما يقدرش يفتح بقه. انا هحكي لك بقى القصه. يا جعفر شوف الكافيه لحد اما اجي. ايه اقول لك بقى، زمان القهاوي ما كانتش زي دلوقتي. زمان القهوه كانت قهوه، زمن القهاوي الجميل. ما كانش فيه في مصر كلها غير 15 قهوه. كان الزبون يقلق يبربش كده في القهوه، لو عمل كده بس نقفشه ونشعلقه على باب القهوه، ما يقدرش يقعد في قهوه تاني. وده كان سنه كام بقى يا سيد؟ ده كان ايام جدي، بس انت ما تعرفش جده ده كان ايه. ده جده ده كان حكايه. انت هتشربي كمان؟ ده بتاعي على فكره. جده دوت كان قهواجي برضه. ده الموضوع بقى وراثه يا شيخ، انا كنت فاكراها هوايه. جده دوت كان صاحب اول قهوه في المنطقه، وكان بطل العالم. لا ما هو انت مش هتقعد تحكي لنا على جده. لا ما انت ما تعرفش جده ده كان ايه. جده ده كان ينزل القهوه في الدقيقه 70 يجيب 4 شاي. سيد قوم هات لنا جون. ماشي معلش. اجمد ربي اجمد. اعمل ايه دلوقتي؟ كريم قوم اتصل تاني يا كريم. انا لازم اخرج من الحمام ده. اتصرف يا اجمد. كريم، انا لازم امشي من هنا. وانت فعلا لازم تمشي من هنا. شفت يا كريم ان انا عندي حق، انا فعلا لازم امشي من الحمام ده. اتصرف يا كريم والنبي. بس مش عشان بابا بيتصل، امال عشان ايه؟ عشان هموت والبي نداء الطبيعه. كريم انت عايز تعمل بيبي؟ مش بيبي بس يا حبيبتي. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. طب كريم كنت انا وانا صغيره كنت بعمل ايه؟ كنت باخد نفس وننط 3 نطات. مش قادر. لا يا كريم امسك نفسك، لازم تسال هلاقيها منك ولا من صاحبك اللي بيحب ولا هلاقيها بيبي. لا كريم خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس نط كمان نطه. ايوه قولي ارتحت صح؟ الحمد لله يا رب. لا لا كريم ما ينفعش خالص الصدرات. ما ينفعش كريم بليز يا كريم عشان خاطري. ما انت حط نفسك مكاني، انا لو خرجت دلوقتي هتفضح يا كريم. سمعتي انت لو ما خرجتيش هخرج افضحك انا. لا يا كريم لا انا هغمض عينيا. ومناخيرك. هيسد مناخيري والله هيسدها. انت فايزه؟ وانت مالك؟ ايه ده انت دمك خفيف. انت تعرفيني؟ طب انت تعرفي هيثم؟ هيثم مين؟ هيثم انا ولا اعرفك ولا اعرف هيثم. هو انت ضايعه حاجه ولا ايه؟ يعني انت مش فايزه؟ اللهم طولك يا روح. انت عايزه ايه دلوقتي؟ فيروز؟ ايوه فيروز. هيثم انت لسه عايش يا ندل؟ ايه ده ندل؟ ده انتوا تعرفوا بعض بقى. فيروز ده انت ما حضرتهاش يا معزه، دي كانت بتدرس الاحياء لنص شارع الهرم. طيب يا جماعه هستأذن انا بقى واسيبكم تذاكروا براحتكم. يا رب تنجح. ليه ما انت قاعده معانا شويه؟ لا يا حبيبتي معلش، اصل انا ماليش طقطان على الدروس الخصوصيه وما بفهمش في الاحياء. انت عارفه انا بقى اساسا ساقطه اعداديه.
بعد اذنك يا ام بناتي. ازيك يا شادي؟ ايه يا ابني؟ ايه يا ابني مالك يا حبيبي مالك؟ لا دي تمارين الصباح. يا سلام انت زي ما كنت شفت عفريت قدامك يا اخي. يا ريتني شفت عفريت. بقول حاجه، اتفضل 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 يا فندم. انت ايه اللي جابك؟ منورنا منور. كريم مين اللي جه؟ ارخم واحد في العماره. ابويا؟ يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. كريم اتصرف. عامل ايه؟ ابوكي اند اي دونت ميكس. كريم اتصرف يا كريم، اتصرف دلوقتي، اعمل اي حاجه. انت مكسوفه تطلعي قدام شادي وساره؟ فضحتك بقت بالجلاجل في المنطقه كلها. فضيحه، لا فضيحه، لا فضيحه، لا. طب وبعدين مش انت الراجل بتاعي المفروض تعمل حاجه؟ انتوا بتعملوا ايه في الحمام؟ زي ما انت شايفه اهو زي الناس. الناس بتخش الحمام واحد ورا التاني، مش اتنين في نفس الوقت. لا ما احنا كنا مستعجلين. انتوا الاتنين في نفس الوقت؟ احنا كنا 2 ولما انت جيتي بقينا 3. اتفضلي اتفضلي. شكرا. ده ما بقاش حمام بيتنا، ده بقى حمام مغربي. طب وبعدين يا جماعه احنا هنفضل محبوسين هنا لحد امتى؟ ايدي على كتفك. من ساعه ما جيتي كده يا ساره وانا مش طايقاكي، قصدي يعني انت موتراني وانا مش ناقصه توتر خالص. حوشي الهدوء اللي كنت فيه قبل ما هي تيجي. على الله بس الراجل اللي واقف بره ده يمشي بسرعه عشان غلس قوي. ده ابوها. اوبس، انا اسفه جدا والله يا رشا، ما كنتش اعرف. لا عادي يا ساره، هو غلس فعلا، بس عشان خاطر يعني بلاش نستاهل بعضينا ان احنا كنا في الحمام وكده. طب يا جماعه هخرج اشوف شادي لحسن ده لخمه. ما تلعبوش في حاجه. ايه يا ابني ما كملتش درس الاحياء مع فيروز ليه؟ الاستاذه مش فاضيه، عندها دروس تقويه. هيثم انت مش ناوي تبطل الحاجات الغريبه اللي انت بتعملها دي؟ ده علم يا بسمه، سيبي لي نفسك بس وانا خليكي علم. طب ثانيه واحده بقى اروح اجيب السجات واجيلك. ايوه. هيثم انت مبسوط بحياتك دي كده؟ بص يعني هو لا مش مبسوط، بس مش عارف اعمل ايه. ده شادي. يا شادي. ايوه عايز اعمل اللي تعمله يا عم. يلا باي باي دلوقتي، باي باي. هو احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول لك العماره ادمت وعايزين نغير المواسير كلها بتاعت العماره، فهمت ولا ما فهمتش؟ احنا كده عايزين نغير الارضيه. ارضيه؟ حضرتك بقول لك المواسير زي الفل سليمه. لا مش سليمه، لو دخلت انت الحمام وبصيت من شباك الحمام عند تدخل محمد فين؟ الغسال. الحمام لا، الحمام لا ليه؟ رشا جوه. طب وانا مالي؟ ما انت اللي هشيل الليله. معاها ساره. لا الحمام لا، الحمام لا، الحمام لا. تقولوا على انت وهو، انا عايز افهم. الايجار. اصل كريم يا عيني متضايق ان احنا بنتاخر على حضرتك في الايجار. ولا يهمك يا حبيبي، انا متعود منكم على كده. تعالوا بس وروني المواسير. طب مش هتعرف تشرب حاجه الاول؟ الله يخرب بيتك يا كريم، الله يخرب بيتك. بتعزم على بابا ليه؟ بتعزم على بابا ليه؟ ده ما هيصدق يقعد. بس واضح ان انت علاقتك بباباكي ممتازه جدا. ممتازه جدا، مش قادره اقول لك، وهتتحسن اكتر النهارده لعلمك. استنى ده اخويا. على فكره ما سالتكيش مين هو، وبعدين ربنا يخليكم لبعض. تسمم؟ ايه ده؟ معقول ربنا يتقبل دعائي كده وسممه بسرعه؟ طيب يلا انا جايه حالا. باي باي. تسمم ازاي ده؟ اكيد كان في حاجه في العظم. عظم مين؟ ايوه اصل هو مدمن عظم. مدمن عظم ازاي يعني؟ مش فاهم. مدمن عظم يا ابني، ما بيحبش اللحوم خالص. ويحبها ليه؟ ما هو مقضيها عظم. ايه يا ماما لازم توديه الدكتور. يا ابني ده انا لفيت بيه على دكاتره كتير جدا، ما فيش فايده خالص، ما بيبطلش ادمان عظم. هو ايه اللي مفيش فايده؟ ده خطر على نفسه وعلى المجتمع. لا يعني ما انا مش سايباه كده، مش خطر، انا بربطه بسلسله. ضربت اخوك بسلسله؟ نبي جميله. اخويا ايه يا هيثم؟ انا بتكلم على الكلب الصغير بتاعي. يعني الحمد لله اخوك ما بياكلش عظم. اخويا هياكل عظم يا هيثم، بقول لك الكلب الصغير. اصل انا سمعتك بتقولي اخويا وتسمم وكده يعني. ايوه ما هو مش اخويا اللي اتسمم، الكلب الصغير بتاعي هو اللي اتسمم. صعبه دي. استنى اوصلك، ما ينفعش تروحي للكلب ده لوحدك. يلا. بس انا مصر انك تشرب حاجه. يا سيدي مش عايز اشرب حاجه، خد شويه لب دول انت تسلى وانا هشوف المواسير في الحمام. لا مواسير. التورته دي تستاهل بقك، اقعد كل. لا التورته وحشه. تورته؟ التورته وحشه. تورته حلوه يا عم التورته وحشه. تورته حلوه. انت اكلت من التورته يا كريم؟ يا عم مش انا لوحدي، وبعدين ده وقته. الله الله الله، احلى تورته اكلتها في حياتي. بقول لك ايه، شوف دي حاجه ساقعه عشان ابلع التورته الحلوه دي. ما نجيب لك غدا بالمره. لا بلاش غدا، بلاش حاجه ساقعه بس. بقول لك ايه، او عصير. ما عندناش عصير ولا حاجه ساقعه.
وبعدين التورته اللي انت قربت تخلصها دي معموله لي مخصوص، واللي عاملاها في الحمام جوه. ايه؟ بتاخد شاور؟ هي اللي عاملاها بتحب النظافه فبتستحمى. انت ما لقيتش غير التورته اللي تقول له عليها، ده قرب يخلصها. يدوم يا شباب. يدوم فين بقى؟ هو انت سبت لنا حاجه؟ طب بالهنا والشفا بقى، الباب من هنا. الله يهنيك يا حبيبي. حمام. حمام ايه؟ بقول لحضرتك ايه؟ نعم. ايه رايك تفكك من موضوع المواسير ده وتيجي بعدين تشوفه؟ يا عم مش مواسير، عايز اغسل ايديا. الحمام. طب تقعد تشرب حاجه ساقعه. طب عصير. عصير. منصور طبعا منصور ده اسم كلب من كلابك. ها يا ابني منصور اخويا، بس شكله كده مش موجود. هيثم بقول لك ايه، انا هدخل اشوف شاحن عشان موبايلي هيفصل. ها ماشي. خد يا ده اقول لك يلا. تعال. ولا تعال يا دوم يا خد كوبل. تعال يا ولد. الله يخرب بيتك، البدله يا ابن الكلب. انت عارف دي بكام يا جسم؟ بسمة انت فين؟ انا في الحمام يا هيثم، عايز حاجه؟ اوعي تتحركي من مكانك، اوعي تتحركي. دقيقتين بالظبط وانا اجيلك. تعال. ايه ده؟ انت مين وبتعمل ايه هنا؟ يا اخوانا مش معقول كده، انا عايز اغسل ايديا، مش هينفع الكلام ده. ما انا ما قلتلكش دي الميه قطع عندنا من الصبح. لا يا حبيبي زمانها جت. طب اقول لك على حاجه حلوه، ايه راي حضرتك تتفرج على اخر تصميماتي للموقع؟ لا تصميماتك غريبه ووحشه، مش عايز اشوف. لا دي حلوه جدا. ده بيقول لك حلوه جدا. انا عايز افهم انتوا مخبيين عليا ايه. بص اتفرجوا على الموقع كويس. ده انا هقعده في الموقع. الله وانتوا ايه اللي جابكم هنا؟ بصراحه انا هعترف لحضرتك. اعترف. لا بابا، انت هنا شفت بقى، وانا عماله ادور عليك فوق، وبعدين انا جيت عشان اخد الايجار من كريم. ايجار؟ ايوه، وانا كنت جايه عشان اخد حق التورته دي. تورته؟ هو انت مش قلت لي انك عزماني عليها؟ ملقتش حجه تانية، اسكت بقى. فين فلوس التورته؟ وفلوس الايجار؟ ادفع شادي. وبعدها بقى على طول منصور جه ومعاه ميدو واتنين صحابهم كمان ومعاهم الكلاب. الحمد لله يا اختي اللي انا مشيت. اي نعم اتمرمطت ورا التاكسي بارحم، بس من الكلب الغتت بتاعك. انا بصراحه مش عارفه ازاي اتحطيت في موقف زي ده. وانا مش عارفه ازاي خرجت من موقف زي ده. هو انت يا ابوكي لو كان قفشك كان هيعمل فيكي ايه؟ قصدك ما كانش هيعمل ايه؟ هو بصراحه باباكي كان شكله مسخره وهو عليه تورته كده قاعد يقول ايه؟ هو فين المواسير؟ انا عايز اغير المواسير. هتوسع يا ابني. وسع يا ابني. على قد ما كنا مرعوبين كلنا لا نتفضح، على قد ما ضحكنا بعد اليوم ما خلص. بس دي مش نهايه الحكايه، لان في اليوم اللي بعده